يمكن ربنا أزم له الماتش عشان هو يفكها. واحد من مصر يقول لي انت مالك اهو. اهو لسه بقول لحضراتكم يعني الهدف انفجر الملعب. عماد متعب بيرد عليا بيقول لي لا ده انا لعيب جامد قوي. اقول له انت هداف جامد قوي، لكن لازم عاوز شويه حركه. بركات ابو تريكه حلت من ساعه ما نزل. اول ما نزل البركه نزلت في الملعب بتاعت ابو تريكه، وعماد متعب تذكر. وفي الدقيقه 81 يعني 36 يحط النادي الاهلي هدفه الجميل في الشوط الثاني. بركات ابو تريكه هلت على الملعب من اول ما نزل، وادي الكره ملعوبه، وادي عماد متعب. الميزه بتاعته اهو عماد متعب يحط هدف، انما هدف من النجوم بتوع النادي الاهلي، هدف جميل وعماد متعب يحط هدف كويس قوي. انما طبعا لازم نقول بركات محمد ابو تريكه مش بركات بتاعنا. واحد النادي الاهلي اسامي وهجمه للنادي الاهلي، وادي فضل وقفها. مش بتاعتك بتاعت مين اهو. بتاعت شهاب اللي بيقول حسام البدري شكرا ان انت نزلتني. وانا بقول برضو التغيير. وفي الدقيقه الاخيره من زمن المباراه يحط هدف جميل وانقذ محمد فضل اللي وقع نفسه في ورطه، وفضل قال له خد اهي خلصني من الورطه دي. وشهاب يحط هدف جميل جدا. شهاب في الدقيقه الاخيره من المباراه اهو. مش بتاعتك انت تحطها، ما تعرفش. فعلى طول شهاب نادى عليه وخدها الراجل وما كدبش خبر. هدف لا يصد ولا يرد في الدقيقه الاخيره من زمن المباراه، يعني في الدقيقه 44 تقريبا من زمن المباراه. النادي الاهلي يؤكد الثلاث نقاط بشهاب.